كلنا كيجي شي وقت وكنحسو براسنا معصبين ومتوترين بلا سبب. نقدروا نتوتروا حيت باغيين العطله مثلا، او حيت ما عارفين ما نطيبوا، او ان هديه ممكن نشريو، او حتى التعامل مع الناس اللي قراب ليك يقدر يوترك. يعني كاينه شحال من حاجه تقدر توترك وبالزربه. والاغلبيه فينا عارف بلي من الاعراض ديال التوتر ها صداع الراس، ها قله النوم، سرعه الانفعال والعصبيه، وزيد وزيد. ولكن اللي خاصك تعرف باللي كاين كثار من هادشي اللي كتكون تأثيرات خارجية معروفة وباينة. اجي نشوفو التأثيرات ديال التوتر اللي كتكون داخل الجسم. التوتر يقدر يكون السبب في حب الشباب مثلا، وهادشي تبتو علميا ماشي هضره من راسي. التوتر كيخلق التهابات اللي تقدر دير لك تقاب صغار من بعد كيرجعوا حمرين، وبشويه بشويه هو حب الشباب ناض لك في وجهك. وهاد الالتهابات تقدر ترجعك مراد، يعني كتضرب ليك على الجهاز المناعي ديالك. وإلا كنت ديما عايش في التوتر كون أكيد غادي يوقع لك ضعف في القدرة ديال تفكر شي حاجة، كتولي نساي بدرجة كبيرة. ما كنهضرش على الزهايمر دابا، غير انت مازال صغير ووليتي نساي، راه شي حاجة ماشي عادية. زيد على هادشي كلشي الهرمونات التوتر اللي كيكونوا في الجسم ديالك كيكونوا على حساب كاع الهرمونات المهمة، بحال الهرمونات الجنسية مثلا. وهادشي كيفسر الضعف الجنسي اللي كيوقع الراجل ملي كتكون عنده مشاكل في الخدمة مثلا، ولا المرأة اللي كتعطل على الدورة، ولا اللي كاع ما كتحمل بالزربة. هادشي كله كيكون السبب الأول بطبيعة الحال من التوتر. وهاد الأضرار غير القليل من بزاف. أجي نلخصو الأضرار ديال التوتر اللي كتوقع الجسم ديالك. كيولي راسك ديما دارك، كتولي نساي، مشاكل في الهضم، حب الشباب، تساقط ديال الشعر، قلة النوم، انخفاض الرغبة الجنسية، اضطراب في المعدة، مشكلة الدورة الشهرية والاكتئاب. أما إلا كنت ديما عايش في التوتر فكون أكيد غادي تكون مريض بواحد من هاد الأمراض: الأرق، طونسيون، ومشاكل في القلب. وهادشي علاش خاصنا ضروري نلقاو كيفاش نتعاملوا مع التوتر، بحكم ان في حياتنا اليوميه ديما غنلقاو اشياء غير كتزيد وتعصبك. ومن ابسط الطرق اللي تقدر تكون فعاله هي مثلا تسمع الموسيقى الهادئه واخا غير ساعه في النهار، تاكل ماكله صحيه، وتضحك وتنشط مره مع راسك ولا مع صحابك، تفرج غير في فيلم كوميدي ولا مسرحيه. المهم بدل الوقت ونسى اشنو عصبك. وحيد عليك القهوة وآتاي حيت فيهم الكافيين اللي غير كيزيد من نسبة التوتر. الرياضة حتى هي من أحسن الطرق، ماشي ضروري دير بزاف. تقدر مثلا تمشى غير نص ساعة كل نهار، أو دير حركات اللي كيخليو الدم ديالك يتحرك، وبالتالي كيتفرز الهرمون اللي كيحسن المزاج وكيخفض من مستوى ديال التوتر. واحد الحاجة مهمة باش تنقص من التوتر، خاصك تقلل من استخدام التليفون في الليل. اعطي راسك ساعتين قبل ما تنعس بلا ما تشوف التليفون. خلاصة راه كاين بزاف الطرق اللي تقدر تنقص عليك التوتر او تحيدو بمرة. المهم ما تبقاش غير متوتر وتزيد تمرض راسك. نوض وجرب الطريقة اللي غادي تناسبك. دير كل نهار ساعة هرب منها من اي حاجة كتوترك، سواء في الخدمة، الدار، القراية، الولاد، اي حاجة. المهم ساعة واحدة دير الحاجة اللي تخليك مرتاح وتجدد النشاط ديالك. هانا مشيت، وتسنوني في فيديو جديد.